محاولة إلى عرضية لكنها تعود مرة أخرى عند الغافري. يا سلام على هذه الكرة وعلى هذه اللعبة، خطيرة خطيرة ولكنها في الشباك الخارجية. حلوة الكرة الماضية لكن ضاعت على اللاعب بدر العلوي، أول من سجل لنادي النهضة هذا الموسم. لكن يا سلام يا سلام على اللعبة الماضية وعرضية الغافري ثم رأسية بدر صاحب 33 سنة. كان في الكرة الماضية يبحث عن عبد الله فواز، يحاول فيها عبد الله إلى محمد الغافري، يتقدم الغافري، يحاول الغافري في هذه الكرة، في هذه المحاولة من محمد، عادت إلى عبد الله فواز. بعد ذلك الكرة عند حارب السعدي إلى بلال بن ساحة، تناقل الكرات بالشكل السليم إلى فهد، من فهد إلى بلال، قد يسدد لكنه فضل التمرير والتسديد الآن والكرة في الشباك. الله 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 الله، الراقي يسجل الهدف الأول ومن أجل القمة. نحن في الثواني الأخيرة على نهاية هذه المباراة، مباراة نادي عبري والنهضة. إذن نادي النهضة من افتتح مباريات بطولة دوري عمان تل بالانتصار على نادي النصر بهدف مقابل لا شيء، وهو أيضا من افتتح مباريات الجولة الثانية بانتصار على نادي عبري بهدف مقابل لا شيء، ليستمر نادي النهضة في صدارة دوري عمان تل بالعلامة الكاملة، 3 نقاط في الديار و3 نقاط خارج الديار تبقيه في صدارة دوري عمان تل في هذه النسخة وفي هذا الموسم، ويريد أن يكون بلقب جديد بالنسبة للراقي، وهو يسير في الطريق الصحيح مع المدرب الروماني ميهاي كاتالين حتى هذه اللحظة. لكنه بكل تأكيد ينتظر صافرة حكم المباراة علي الحارثي، لكن عبري يحاول من أجل تسديد التعادل وتعديل النتيجة وتحقيق تعادل أول في هذا الموسم، وأيضا أول تعادل في لقاءات الفريقين. لكن هنا الكرة، هنا المحاولة، لكن تقطع الكرة الماضية، وبالتالي الفريقين لا يسجلون في الشوط الثاني من خلال اللقاءات الثلاث التي جمعت ما بين الفريقين. إذن النهضة يكسب عبري بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب عبد العزيز الشموسي، ليكون نادي النهضة في صدارة دوري عمان تل بالرصيد الكامل من مباراتين وانتصارين و6 نقاط. لكن عبري بدون أي انتصار وخسارة ثانية بعد الخسارة من أمام السيب، الآن هو يخسر أمام النهضة على ملعبه من خلال الجولة الثانية. إذن مع صافرة حكم هذا اللقاء علي الحارثي انتهت مباراة عبري ونادي النهضة بهدف مقابل لا شيء. وبالتالي شبيب محمد الحبزي كان معكم معلقا واصفا على أحداث هذه المواجهة، إلى أن ألقاكم في مناسبات ومواعيد أخرى، والسلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركة. الآن بالصوت والصورة أعود للزميل العزيز خالد الشكيري وضيوفك الكرام في الاستوديو التحليل، فإلى هناك.